عايز تحفظ وتذاكر بسهولة يبقى لازم الأول تعرف إزاي المخ بيشتغل. المخ بتاعنا فيه مليارات الخلايا العصبية، كل خلية عصبية بتتواصل مع التانية عن طريق حاجة اسمها المشابك العصبية ساينابسس. لما بنتعلم حاجة جديدة أو بنفتكر معلومة قديمة بيحصل تغيير في قوة وروابط المشابك دي، يعني كأنها بتتظبط أو بتتقوى أو بتضعف. الموضوع شبه أسلاك وكابلات في شبكة كبيرة جدا بتترتب وتتغير طول الوقت. طب إزاي المعلومات بتتكتب جوه المخ؟ المخ مش بيسجل المعلومة زي الهارد ديسك، لا هو بيعمل شبكات توصيل. لما تتعلم معلومة جديدة الخلايا العصبية بتكون وصلات جديدة أو بتقوي الوصلات القديمة. لما تعيد المعلومة أو تستخدمها الوصلات بتتقوى أكتر وأكتر، وده بيخلي المعلومة تثبت. طيب الذاكرة مكانها فين في المخ؟ مفيش مكان واحد في المخ اسمه ذاكرة، لا الموضوع متوزع. المخ بيتكون من 4 أجزاء أساسية. أول حاجة الحصين، ده الجزء اللي بيترتب فيه الذاكرة الجديدة وينقلها للتخزين الطويل. والجزء الثاني اسمه القشرة المخية، هنا بيتخزن معظم المعلومات على المدى الطويل زي اللغة، الحقائق، التجارب. ثالث جزء اسمه اللوزة الدماغية، دي مسؤولة عن الذكريات والعواطف. رابع جزء اسمه المخيخ والعقد القاعدية، دول مسؤولين عن الذكريات الحركية زي ركوب العجلة، لعب الكورة. يعني لما عاوز افتكر حاجة الأجزاء دي بتجمع الذكريات مع بعض، كل جزء بيجيب حتة. طيب ايه اللي بيخلي الانسان يحفظ اسرع ويذاكر اسرع؟ في كذا عامل بيأثر على سرعة الحفظ. طريقة المذاكرة نفسها، يعني لو جربت تذاكر بمجرد القراءة هتلاقي الموضوع بطيء جدا، انما لو بتستخدم اكتر من حاسة، يعني تسمع وتكتب وتقرا بصوت عالي وترسم خريطة ذهنية، ده بيثبت المعلومة اسرع. مثلا لو بتحفظ كلمات انجليزي اسمعها وانطقها واكتبها وحطها في جملة. تاني حاجة الربط، المخ بيربط الحاجة بحاجة تانية يعرفها. لو ربطت المعلومة الجديدة بحاجة مألوفة بتثبت بسرعة. مثلا لو بتحفظ تواريخ اربطها بمواقف او قصة، ولو بتحفظ اسم حد جديد اربطه بشخص تعرفه. ولازم تعمل حاجة اسمها التكرار الذكي مش التكرار العشوائي. المخ بيحب المراجعة على فترات، يعني راجع المعلومة بعد ساعة ثم بعد يوم ثم بعد اسبوع، ده اسمه التكرار المتباعد spaced repetition، وده بيزود سرعة الحفظ جدا. ثالث حاجة النوم العميق بيخلي المخ يرتب وينقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الدائمة. وطبعا الاكل الصحي وشرب المية مهمين جدا، لان كمان الجفاف بيقلل التركيز. والرياضة بتزود ضخ الدم للمخ، ده معناه اكسجين اكتر، ده معناه تركيز وحفظ اسرع. زائد ان التوتر بيفصل المخ، فخليك هادي دايما. دماغك اغلى حاجة عندك، احفظها من التوتر وقلة النوم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتنزل تحت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس.